لو انت شغال فرونت اند ديفلوبر او لسه بتبدا تتعلم الفرونت اند، فانت هتكون محتاج تعرف الفرق ما بين الدوم والبوم. اول حاجه الدوم هي اختصار لكلمه document model object، وده الاوبجكت اللي بيوصف ال HTML document، بيوصف الاليمنتس، بيوصف الستايلز، بيوصف البروبرتيز، الاتريبيوتس، الايفنت، وبيتعامل معاهم كلهم. مع اي حاجه من دول يقدر يغير فيها، يقدر يضيف او يحذف او يعدل في اي حاجه من الحاجات دي كلها، وكل ده باستخدام الجافا سكريبت. اما بقى البوم فهو اختصار لبراوزر اوبجكت موديل، واضح جدا من اسمه ان ده اللي بيتعامل مع البراوزر، او ده الاوبجكت اللي فيه كل محتويات البراوزر، سواء كان النافيجيشن، الهيستوري، الويندو، السكرين، كل دي حاجات جوه البوم. وبرده الجافا سكريبت هي تقدر تتحكم فيها وتغير في الفاليوز بتاعتها. الدوكيمنت هو تشايلد جوه الويندو، والويندو هو الاوبجكت بتاع البوم، اما الدوكيمنت فهو الاوبجكت بتاع الدوم. هتستخدمهم في ايه؟ الدوم بستخدمه علشان زي ما قلنا اعدل في حاجات جوه الاليمنتس نفسها بتاعه ال HTML، سواء ان انا هضيف elements او هحذف elements او هغير في الاتريبيوت، في البروبرتيز، في الستايلز، في الايفنتس، كل الحاجات دي. اما البوم هستخدمه لو عايزه اتعامل مع مستوى الويندو، يعني عايزه اغير في السكرين، عايز اعمل حاجه تخص الهيستوري او تخص النافيجيشن او اللوكيشن، وكل ده بقدر اعمله باستخدام الجافا سكريبت. لو انت بتستخدم فريم ورك في شغلك في الفرونت اند فممكن ما تتعرضش قوي لاستخدام الدوم او البوم، ولكن لازم يكون عندك المعلومه عشان وقت ما تحتاجها تعرف تلاقيها. اما بقى لو انت كنت مبتدئ فيفضل ان انت تعرف الحاجات دي في الاول علشان تقدر تستخدمها وتشتغل بيور HTML وجافا سكريبت، وبعد كده لما تتعلم فريم ورك تبقى فاهم كل حاجه هي جت كده ازاي